كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان الكريم. يلا نخبز معاكم العيش المنطط ده، وان شاء الله باذن الله هنزل لك العجين وطريقة كل حاجة، بس هنصلي على النبي ونذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، وهنقطع بالشكل اللي انتم شايفينه كده. وكمان هقول لك العجينة دي بتتكون من ايه، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تيجي تخبز على المطرحة كده لازم المطرحة ترن معاكي، وكمان ما يبقاش العيش محوف من الحوافي، والعيش ما يبقاش، والعيش كمان لازم يبقى مختمر معاك. احنا ده العيش دوا اسمه العيش المنطط، يختلف عن العيش البتاو. العيش المنطط بنخبزه على الحصى، يعني بيكون الفرن كده ملان حصوة بصي، مش وبنرمي فوق الحصى كده زي العيش الظلي. لكن العيش البتاو بنرميه على بلاطة الفرن، بتكون البلاطة معلهاش اي حصو. على فكرة ده اللي احنا بنرميه ده اسمه جل او جلوال، علشان يسخن معاك الفرن كويس. لازم الفرن يكون سخن كويس. واحنا لما نخبز على المطرحة الصغيرة دي بيكون كده كمية دقيق صغيرة على المطرحة، وبتخبزيه كده تحففيه، تحاول ان هو يطلع معاك مدور، علشان اللي بتخبز على المطرحة الكبيرة يطلع معاها مدور وحلو. وكمان عايزاكم تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. وما تنسوناش في اللايك. لو اول مرة تشوفوا قناتي يسعدني ويشرفني ان انت تشتركي في قناة بنت الريف، علشان ننزل لكم كل الفيديوهات عن خبيز البتاو وخبيز العيش المنطط. فطبعا لما بنيجي نخبز العيش كده لو مش مختمر معاكي واخد عينه في الخمر او واخد حقه في الخمر، مش هيتخبز معاكي بسرعه، وهيربى حوافي وهيلزق منك، وهيبقى مش هيبقى خفيف بعد ما يطلع من الفرن، هيبقى تقيل. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. العيش ده ميكس ما بين البتاو وبين العيش الظلي، يعني عليه الدقيق القمح بيبقى اكتر، لكن والدقيق الشامي بيبقى اقل. يعني مثلا 5 كيلو من الدقيق القمح و4 كيلو من الدقيق الشامي بيتخلطوا مع بعض، وبتحط عليهم حتة خميرة بيرة وحبة ملح صغيرة في المية، وتسيبيه لما وحبة ملح صغيرة في المية، وبتخبزي بالشكل اللي انت شايفاه ده. هويتي اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا ما تنسيش اللي انت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا احنا هنا هويتي في العيش البتاو بيكون يختلف عن كده، مش بنحط خميره ولا بنحط